السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد والآله وصحبه وسلم. الريش المشوية يا بنات، أظن العيد قرب بقى، كل سنة وانتم طيبين. ما يخلاش العيد إلا من طبق لازما اللي تعملوا اللي هي الريش المشوية، بس هنعملها بقى بطريقة اختراع حصري بقى عندي. هنستفيد منها بطريقتين فظاع يا بنات. شايفين هناخد الطعم وريحة الشوي. السوا بقى أقول لكم شايفين طرية قد إيه. احنا على طول خصوصا اللي هي الريش المشوية يا بنات بتبقى ايه ناشفة بقى، وبتبقى ايه وتشد كده، وتبقى مش مظبوطه خالص. لا المره دي بقى بصوا على ضمانتي ان شاء الله، بجد بجد تحفه. شايفين كميه اللحمه طريه قد ايه، جوسي في نفس الوقت مش ناشفه خالص يا بنات. شايفين وقد كده مشويه، طعم وريحه. خدي بقى منها، الكل هيسالك على طريقتها، هيقول لك فعلا احسن دي بجد بطريقه ولا اسهل من كده. وهنضرب عصفورين بحجر واحد زي ما بنقول. وما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي، وتعالوا نشوف طريقتنا. انا عندي كميه الريش بقى اللي انت عايزاها، يعني الحاجه او اللي انت اللي هتشتريها، او الحاجه اللي موجوده عندك في البيت. انا عندي الريشه هنا بصراحه انا مش بقطعها، انا بخليها سليمه يعني. الريشه بتبقى ايه كبيره شويه، وده على حسب برضو اللي بتجيبيها، وتنفع في الطريقه اللي برضو لو الريش بتبقى انت مثلا مكسراها يعني قطعتين هتنفع. طيب هنعمل ايه بقى يا حنان؟ الطريقه بتاعتك الطريق السهل الممتنع. انا عندي ميه، يعني انت كده هتسلقيها. ايوه انا هسلق الريش، مش هتدينا بقى لحمه مسلوقه خالص خالص خالص. وهنشوف الطريقه احنا في الاخر هنحولها هتبقى للشوي ازاي. بس هنستفيد من الشوربه بتاعتها، طبعا شوربه اللحمه احنا عارفين طبعا اللحمه غاليه جدا جدا يعني دلوقتي، فاحنا هنستفيد من كل وصفه يعني بطريقتين كمان. انا حطيت كده الريش بتاعتي، حطيت هنا البصله. عندي بقى البهارات بقى والمنكهات بتاعتي. انا عندي هنا فلفل اسمر وزنجبيل، وعندي رشه قرفه مهمه جدا. عندي ورق لوري، وعندي السبع بهارات او بهارات لحمه. اهم حاجه بقى ورق لوري وحبهان مطحون يا بنات. انت لو ما عندكيش مطحون خلاص حطي اللي هو الحب اللي هو السليم، لكن لو انت تجيبي كميه يعني وتطحنيها بجد، بصوا يعني بجد تحفه، بيودي الاكل لطعم تاني خالص خالص، لطعم تاني وتالت ورابع كمان. حطيهم بقى وسيبيهم كده على النار. اهم حاجه بس احنا عايزين نار هاديه، مش عايزين نار عاليه، نار متوسطه لهاديه. وهنسيبها تاخد وتدي مع نفسها لغايه ما هتستوي. يعني وقت السوا ده على نوعيه اللحمه اللي هي اللي انت بتجيبيها، او الجزار بيبقى المعروف بتاعك. بعد طبعا هي كده دلوقتي استوت خالص يا بنات، استوت 100%. فانا بحط الملح وبسيبها حوالي 5 دقائق كده تاخد غلوتين. وبعد كده بقى اجي اطلعها من الشوربه. استفدنا بقى بحبه شوربه يعني ما اقولكمش، رهيبه، شوربه فظيعه. طيب استفدنا بقى من الشوربه، طب هناخد الشوي ازاي؟ تعالوا نشوف التتبيله بتاعت الشوي الرهيبه بتاعتنا بقى ايه برضه. انا عندي كوب زبادي بلدي او بتاع الشركات، يعني مش مشكله الموجود اللي عندك برضه. عندي كوب ايه زبادي، ده مهم جدا. طيب نشوف بقى اللي هيدينا طعم برضه ريحه الشوي. عندي بصل وتوم باودر مهمين جدا. طبعا رشه ملح وفلفل، ورشه زنجبيل حلوه قوي، ورشه شطه لو انت عايزاها مثلا تبقى حراقه شويه. بابريكا، بس انا حطيت بابريكا يا بنات، يعني انا بصراحه ما بنحبش اللي هي الحاجات اللي هي الحريفه قوي، او اللي هي يعني ايه بتبقى سبايسي. لا انا يعني انا حطيت اللي هي اللي هي البابريكا. قلبي 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 كويس بقى كده. يعني بصوا قد ايه تتبيله يعني سهله جدا، وموجود مقاديرها في كل بيت. لكن بتحول اللي هي الريش للحمه، بصوا مشويه لدرجه مختلفه خالص يا بنات. طيب تعالى انا طلعت انهاء اللحمه هنا بقى. طبعا اللحمه تكون بارده علشان نعرف ايه نمسكها يعني ايه، وندهنها بقى ايه كويس. بعد كده ابدأي بقى إيه ادهنيها بقى الوش بقى من هنا من جميع الجوانب بالتتبيله الفظيعه بتاعتنا ديت. ونشوف احنا هنكمل وصفتنا ازاي. اهم حاجه بس انا عايزه كل جزء عشان اللي بياكل يمسك الريشه كده وياكلها يلاقيها فعلا طعم الشوي وكلها فيه. يعني كل جزء من الريشه لازم ياخد من التتبيله اللي احنا عملناها ديت يا بنات. قد كده تتبيله سهله وبسيطه جدا. والفرشه هنا احسن من معلقه او من اي حاجه ممكن تدهني بيها، لانها بتبقى طريه فبتدخل يعني في الانسجه وفي الاماكن اللي هي الضيقه اللي هي بتاعه اللحمه دي. طيب هنسويها بقى ازاي؟ انا عندي هنا مهمين برضو جدا. الحاجات اللي بقول عليها مهمه ده ما ينفعش تستبدليها باي حاجه تانية. لازم هنا قطعتين زبده. بس ممكن يعني لو الزبده نيوزيلندي هيبقى افضل واجمل، لكن لو ما فيش يبقى نوع الزبده اللي انت بتستخدميها، مع شويه زيت. علشان الزبده احنا عارفين ان هي ايه لو استمرت على النار كتير بتتحرق وبتبقاش يعني حلو. هنحط بقى ايه، انا احط على قد الطاسه اللي عندي رشتين رشتين كده وهنحمرهم. اهم حاجه بقى يعني النار بتكون ايه يعني مش هاديه، بتكون وسط.
ومش عاليه، لان لو عاليه هتحرق الزبده، لكن احنا عايزينها وسط يعني، وخليكي قدامها على طول. طبعا انا مولعه فحمه على العين الصغيره اللي هي التانية ديت، يعني لو انتوا شايفين النار اللي هي الحمراء اللي باينه في الجنب دي، فانا كنت مولعه فحمه ساعتها عليه. طبعا وانا بقلبها هنا، انت مش هتعرفي تقلبيها لا بشوكه ولا بحاجه، انا بقلبها بمسك العظمه كده ديت وبقعد اقلب فيها كل قطعه كل جنب فيها، فلقيتها بقى سخنت كده في ايديا، فجبت منديل علشان اعرف امسكها واوريها لكم من قرب. شايفين مشهيه جدا طعمها، والله العظيم ما بقول لكمش طعمها فظيع، كانت طعمها ولا يعني. بصي اول مره هتاكلي لحمه مشويه كريش، يعني ريش كمان على فكره يا بنات. والطريقه ديت ان شاء الله هعملها لكم برضو في في لحمه اللي هي قطعه مثلا الموزه او الريش اللي هي المخليه ان شاء الله يعني. استنوني الفتره اللي جايه كده، هناخد كام طريقه كده حلوين تستفيدوا منهم برضو ان شاء الله للحمه العيد، وتعملوها تاكلوا الطعم، تاكلوا الطعم الجميل برضو، وهنستفاد برضو من الشوربه بتاعتها، لاننا احنا مش هنضيع الشوربه ابدا بتاعت اللحمه دي. انت ممكن تخزني الشوربه وتستعمليها في الطبيخ بقى، وممكن الرز البسمتي، فيه وصفات كتيره جدا. طب انا خلصت بقى شوي اللحمه كده زي ما احنا شايفين، هحط عليها بقى فحمه، وده برضو اختياري، بس صدقوني لو حطيتوها مش هتندموا ابدا. ده من اللي هو الزبده اللي انا كنت قليت فيها اللي هي الريش يا بنات او شويت فيها، وحطيها بقى كده على طعم الفحم بقى وسيبيها شويه، لا انسي. بصوا يعني الله، بجد بجد الله على الجمال، ريحه ولون وطعم، لا سيبك كمان من اللون، لا كفايه الطعم بجد يعني. هتاكلوا صوابعكم وراها يعني ان شاء الله، يعني انا ضامنه انكم باذن الله هتعملوها وصفه يعني فعلا، يعني كل اللي هياكلها هيشكرك فعلا عليها، لانها بجد تحفه يعني. يعني مش عارفه اشكر فيها اكتر من كده، لان بجد تستحق التجربه. جربيها وانت يعني، هي نفس يعني طريقتنا اللي هي الطريقه اللي هي العاديه خالص، بس بتركات حاجات بسيطه كده بتفرق صدقوني في الطعم. شايفين بقى اللحمه مهريه قد ايه ومستويه وطريه، اهم حاجه ان هي اللحمه مشويه بس طريه. احنا على طول اللحمه المشويه على طول بتبقى ناشفه، لكن دي بقى طريه. شايفين لما تمسكي بقى الريشه كده جميله جميله بجد يعني. شايفين بقى من جوه عامله ازاي، تشرفك على سفرتك بقى في العيد وفي مناسباتك. يا رب الفيديو نور رضاكم وتنفذوه، والف هنا والف الف شفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو جديد ان شاء الله.